تاني نصيحة محترمة، حاول تستمتع برحلة تالتة ثانوي. ازاي احاول؟ سيبك بقى من كلام بتوع علماء النفس وطلع تنين ومش عارف ايه، استمتع بالرحلة يا صديقي. تالتة ثانوي ما هي والله الا سنة كلها هي رحلة على بعض. استمتع فيها بوجودك مع زمايلك وانت نازل السنتر وانت بتاخد الحصة، استمتع بوجود المدرس معاك، اضحك وهزر، ما تاخدش الموضوع كأنك داخل سجن او هم، لا الموضوع بسيط، هي سنة زي اي سنة. ولكن للاسف السنة دي معمول لها بروباجندا كبيرة قوي في مصر، يعني عارف واخد اكتر من اللزوم، واخده اكبر من حجمها والله بكتير. ما هي سنة الا زي اي سنة يعني. فحاول تستمتع بالرحلة دي، وهو في الاخر اجتهاد، انت اجتهد واتعب واعمل اللي عليك، وربنا سبحانه وتعالى هيديك على قد تعبك والله. وسيبك من كلام بقى زمايلك اللي حواليك يقول لك دي المادة دي صعبة والمادة دي منيلة، شاف درس كيرشوف ده هبب بست نيلة، ارمي الكلام ده كله، ما تسمعش كلام اي حد من زمايلك سواء الاكبر منك او اللي معاك كلام سلبي. ما تسمعش الكلام السلبي، ما تسمعش غير الكلام اللي يريحك ويخليك مطمن نفسيا كده عشان تقدر تكمل الرحله. انك لو اتاثرت نفسيا صدقني هتتعب قوي قوي في الرحله.